السلام عليكم، مرحبا بكم، ان شاء الله كامل تكونوا بخير. اليوم رجعت لكم بهذا الكاطو بزاف هايل. تقدروا تقولوا متعدد الاذواق بحشو اكثر من رائع. باش تنجحوا فيه ما عليكم غير تشوفوا معايا لا فيديو للاخير. ما تبخلوش عليا بجام لا فيديو رايكم في لي كومونتير وبارطاجيو هاد لا فيديو مع كامل الناس اللي تعرفوها باش كامل يستفادوا. بلا ما نطول عليكم نفوتوا نشوفوا كيف المقادير وطريقه التحضير. راح نبداو نوجدو كيف لاباط واللي نحتاجو فيها 125 غرام تاع مارغرين تكون طريه، نحتاجو صفار بيضه، ونحتاجو حوالي 2 مغارف كبار تاع سكر. هاد لاباط ما راحش تجينا حلوه بزاف. نحتاجو مغرف كبيره تاع كاكاو، الكاكاو تاعكم يكون نوعيه جيده، ونحتاجو حوالي مغرف كبيره ونص تاع اي نوع مكسرات يكون محمص. وتحتاجوا مغرف كبيرة تاع شوكولا تارتيني تكون من الأفضل نوعية كيف جيدة، ونص مغرف صغيرة تاع خميرة كيميائية. نروحو نخلطو هاد المكونات كيف ما تنساوش ثاني رشة تاع ملح. نروحو نخلطو هاد المكونات بالباتور، ولا تقدروا تخلطو تاني مليح بيديكم حتى تتحصلوا على هاد القوام. بعدها تروحوا تجيبوا فارينة مغربلة وتبداو تحطوا فيها تدريجيا، تخلطوا غير بأصابع ولا أطراف الأصابع بلا ما تعجنوا. هذا هو السر باش ما تبدلش لا فورم تاع الحلوة تاعكم ومن بعد في الفور. حطوا الفارينة تاعكم غير بشوية وتلموا فيها ولا تلموا في هذيك العجينة حتى تشكل معاكم عجينة تكون طرية ومامطون ما تلصقش في اليد. نروحوا نحطوها في ساكون بلاستيك ونبداو تقدروا مباشرة تبداو تطرحوها. تحطوا ساكون بلاستيك من تحت ومن بعد تعاودوا تغطيو عليها، تطرحوها. السمك تاع العجينة يكون حوالي 3 مليمتر. العجينة تاعكم راح تجيكم بزاف هشة، يعني هذا العجينة بزاف هايلة، اعتمدوها في بزاف من وصفاتكم. هذا هو الطابع اللي راح نطبع به العجينة تاعي بهذه الطريقة. وبعدها نروح نحط كامل الحبات تاعي في البلا اللي راح ندخلو في الفوغ. عجينة بإذن الله ناجحة 100%. اعتمدوها كما قلت لكم في وصفاتكم. على واش قلت لكم حطيت فيها غير 2 مغارف تاع سكر غلاس، ما تنساوش. كاين من بعد الحشو اللي راح يكون شويه حلو، يعني باش الحلوه تاعي تجيني مليحه ولا معتدله في الحلاوه. هذاك الباقي تاع العجينه راح نعاود نطرحه كيف بسمك 3 مليمتر ونعاود نطبعه بنفس الطريقه. بالنسبه للكاطو تاعي تاع اليوم نحتاج فيه 3 طبقات. طبقة للفوق ومن تحت تخليوها عادي، والطبقة اللي في النص تحاولوا ديروا فيها ثقب بهذه الطريقة. بعد ما نكمل كامل البلاطو تاعي نروح نسخن الفوغ على 180 درجة. الحلوة تاعكم ما تاخذش بزاف وقت في الطياب، خليوها قسمة تنشف وعسوا عليها فيها الكاكاو بالك تتخدعوا قدرات تحرق لكم بلا ما تفيقوا. نروح نوجد الحشو تاعي تاع الكاطو تاع اليوم واللي نحتاج فيه 2 مغارف كبار تاع لاباطا تارتيني غونوازيت. في الجزائر قالوا لي تزيريه لوغو تاعها بزاف مليح. تحتاجوا معاها مغرف كبيره تاع توفيا كراميل، ومغرف كبيره تاع اي نوع مكسرات. كيما انا استعملت اللوز محمص رحيته بهذه الطريقه. نخلط مليح، نغطيها ونحطها في الفريغو في الثلاجه تبرد على الأقل نص ساعة باش شغل تجمد لي كان نولي نقدر نشكلها كريات صغار بهذه الطريقة. لوغو تاعها نروحو نوجدو الغاناش وشوكولا واللي نحتاجو فيه 100 غرام شوكولا. انا استعملت شوكولا بخاليني، زدت معاها 80 غرام تاع زبدة. نروح نحطها في الميكرووند تبرد ونعاود نرجع لكم. بعد ما ذابت الزبدة تاعي مع شوكولا نخلطها مليح ونزيد معاها حوالي 150 غرام تاع اي نوع شوكولا تارتيني. نخلطها مليح. هنا تقدروا تستعملوا اي نوع شوكولا اكيد. بعد ما نخلطها مليح نروحو نغطيوها بفيلم اليمونتير ونحطوها في الفريغو في الثلاجة تبرد على الأقل ساعة. واذا غفلتوا عليها ولا نسيتوها اكثر من ساعه راح تلقاوها جمدت. معليش خليوها برك هكاك على برا في الكوزينه تاعكم
كي تمسوها بصبعكم تلقاوها عاودت ولات طريه، تقدروا تخدموا بها عادي جدا. نسيت ما قلت لكمش هاد الكميه تاع الكاناش وتاع الحشو الثاني اللي كنت خدمته كفاوني لحوالي 15 حبه تاع حلوه. شوفوا بعد ما برد الكاناش تاعي راح نحي منه شويه باش نديكوري بيه الحبات تاعي تاع الكاطو، والباقي راح نخلطه بالفوي ونحشي بيه ولا نلصق بيه الحبات تاعي تاع صابلي. بعد ما وجدنا كلش نروحو نشوفو دركا هذا الحشو تاعي تاع توفيا والشوكولا تارتيني كي حطيته في الفريجيدار كيفاش جمد لي نقدر نشكلو عادي جدا. نروحو نوجدو ولا عفوا نروحو دركا نشكلو الحبه تاعنا تاع الكاطو. عندنا هذاك الكاناش اللي حركناه بالفوي ولا خلطناه بالفوي حطيناه في بوشك بهذه الطريقه. يعني لا فيديو راهي توضح كل شيء ما تحتاج شرح. نحطو شويه تاع الحشو في النص ونعاودو ندورو عليها بالكاناش ولا بهذيك لاكريم بهذه الطريقه بزاف هايله. مسحوا لها على الاطراف باش خدمتكم تكون نظيفه. بعد ما نكمل نشكل كامل الحبات تاعي تاع الكاطو روحوا من الافضل نحطوه في الكونجيلاتور على الاقل يعني من نص ساعه ل 40 دقيقه باش من بعد الخدمه تاني تجينا سهله. كما كنت قلت لكم لا فيديو راهي توضح لكم كامل الخدمه ما تحتاج شرح. تبعوا معايا برك مليح لا فيديو خطوه بخطوه كامل راح تنجحوا فيها ان شاء الله. حلوة بزاف بزاف هايلة، حضروها في مناسباتكم راح تعجب كامل الناس. فوالا هذه هي طريقة بزاف هايلة. راح نزيد نخدم معاكم حبة باش تفهموا مليح. اكيد راني نحكي تاني مع المبتدئات اللي ما همش موالفين بزاف يخدموا لي غاتو. نحبكم تنجحوا كامل في هذه الوصفة، ما نحبكمش تفسدوا لي زانغريديون. على بالي بلي ماشي الحال ساهل وماشي الناس يقدروا يشريو ديما باش يخدموا لي غاتو. دركا راح نعطيلكم في واش رمت الكاطو تاعي تاع اليوم في مقله على نار بزاف قليله. حطيت كاس تاع نوا كوكو وبقيت نحرك فيه حتى تحمص لي. بعد ما تحمص وتبدل اللون تاعو اكيد راح نزيدو مغرف كبيره تاع سكر عادي. كيما قلت لكم الحلوه تاعي ولا الكاطو تاعي ما نحبوش يكون حلو بزاف. بالنسبه للناس اللي ما عندهاش مشكل مع الحلاوه تقدروا عفوا تزيدوا حتى تقدروا ديروا زوج مغارف كبار تاع سكر وتزيدوا معاها مغرف تاع نواه كوكو وتزربوا تحركوا عليها مليح وتطفيوا عليها النار. بهذه الطريقه تحركوا مليح مليح وبعدها تروحوا تحطوها في صحن واحد اخر وتخليوه يبرد تماما. بزاف هذه الطريقه سهله وراح هكا تبدلوا شويه شوكولا ما تبقاوش كامل لي صابلي تاعكم تغلاصيو فيهم بالشوكولا. بعد ما خرجت الحبات تاعي تاع الكاطو من الكونجيلاتور لقيتهم جمدوا نروحوا ندهنوهم كامل بتوفيا كراميل ونحطوهم مباشره في هذاك لا بودغ تاع نوا كوكو مع الكاكاو والسكر بعد ما بردوا تماما اكيد. راح تمد لي هذا الشكل هذا بزاف بزاف هايل. مام الذوق تاعو بزاف مليح. نكملوا كامل الحبات حتى نكملوهم بهذه الطريقه. دوك راح نعطيلكم كيفاه ديكوريت الكاطو تاعي تاع اليوم. شوكولا بلون بدون اي اضافه راح ذوبته في الميكرووند وحطيته فوق بابي كويسون بهذه الطريقه. نحط غير شويه برك نعاود نرش عليه شويه تاع كاكاو قبل ما يجمد شوكولا تاعي ونعاود نرد عليه بابي كويسون ونضغط غير شويه. كون تضغطوا بزاف راح الشكل ولا الحجم تاعها يجي بزاف كبير. انا نحتاج الشكل تاعها يكون برك صغير بهذه الطريقه ونحطوه في الفريجيدار حتى يجمد شوكولا تاعنا. بعد ما يجمد نروحو نصبغوه بشويه تاع ناكري دوري بهذه الطريقه. شوفوا كيفاش جات بزاف باهيه هايله. نحطو فوقها غاناش شوكولا بهذه الطريقه
وما تنساوش قبل ما تحطوها فوق الحبة تاعكم تاع الكاطو حطوا شوية تاع شوكولا ذايب باش تلصقوا به سوا شوكولا بلون ولا شوكولا أولي كيما حبيتو. كان هذا هو الشكل النهائي تاع الحلوة تاعي تاع اليوم، ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. اكيد راح نقسم معكم حبة باش تشوفوها كيفاش جات من الداخل، حلوة بزاف بزاف هايلة. نتمنى كامل تسيوها وتتمتعوا بها وتحمر لكم وجوهكم قدام ضيافكم. هنا راح نقسم معكم حبة، شوفوا الكاطو مع تمسوه يروح يعني ما شاء الله. ما بقى لي غير نقول لكم سلام ونتلاقاو في وصفة جديدة ولا وصفات أخرى إن شاء الله.